عادات يومية بسيطة وصلتني للطلاقة في اللغة الإنجليزية هشاركها معاكم النهاردة. أرنبنا في منور أنور وأرنب منور وأرنب عارفينها دي. أنا في الأول خالص كنت زيكم بالظبط، ما عنديش أي حد خالص أتكلم معاه إنجليزي. تالت عادة بسيطة جدا جدا لكنها فعالة جدا جدا وهو ده الطلاقة في الاستماع، إن أنت وصلت فيها الليفل عالي. وصلني سؤال من أحد المتابعات عندي على القناة وهي طالبة في كلية آداب إنجليش. الحقيقة هي بتقولي إنها نفسها تتطور وتحسن مستواها في اللغة الإنجليزية، لأنه طبعا أسلوب الدراسة في الكلية وعموما أسلوب الدراسة عندنا بشكل عام بيعتمد إن أنت تاخد الجرامر وتقعد تحفظ كلمات كتير وتترجمها كمان للعربي، وده طبعا أسلوب خاطئ جدا جدا، لأن إحنا كلنا بنطلع من المدرسة ومن الدراسة مش قادرين إن إحنا نتكلم لغة إنجليزية ونتصرف باللغة الإنجليزية ونفهمها كمان. فالنهاردة هشارك معاكم في الفيديو ده عادات يومية أنا طبقتها على نفسي لما كنت بطور من لغتي الإنجليزية وفعلا وصلتني لمستوى الطلاقة في اللغة الإنجليزية، وكلها حاجات مجانية وتقدر إن أنت تطبقها من دلوقتي حالا بالإنجليزي. أول عادة خالص وهي حاجة أنا مقتنعة بيها تماما، إنه أي حد عايز يطور اللغة الإنجليزية بتاعته لازم يبدأ ويشتغل عليها، وهي المحادثة، يعني الكونفرزيشن طبعا. وهقول لكم بالنسبة للمحادثة والكونفرسيشن ان انتوا تخصصوا لها على الاقل 10 دقايق بس في يومكم. انا كنت زيكم بالظبط جدا في الاول، ما عنديش اي حد خالص ان انا امارس معاه اللغة الانجليزية او اتكلم معاه او هكذا، لحد ما الحمد لله اشتغلت في فودافون UK وبدأت ان انا خلاص يبقى في شغلي وفي روتيني اليومي ان انا بمارس اللغة الانجليزية مع اجانب. بس في الاول خالص كنت زيكم بالظبط، ما عنديش اي حد خالص اتكلم معاه انجليزي، بس كنت عارفة ان انا علشان الانجليزي بتاعي يتحسن انا لازم اتكلم. فعودت نفسي ان انا مهما كان لازم يكون عندي 10 دقايق على الاقل في اليوم ان انا اتكلم فيهم انجليزي. وطبعا 10 دقايق على الاقل معناها ان انا لو حابب ازود يا سلام، ده 100 زود، وعلى قد ما تقدر تدي وقت انك تتكلم فيه انجليزي فطبعا زود. هقول لكم اكتر من طريقه، هاتوا ورقه وقلم دلوقتي حالا اكتبوها ورايا تقدروا ان انتوا تستخدموها مع نفسكم ان انتوا تتكلموا بيها انجليزي. واول حاجه خالص اكتبوا على اليوتيوب او ابحثوا على اليوتيوب practice English videos، اللي هي الفيديوهات اللي فيها ممارسة للمحادثة. اللي بيحصل ان انت في الفيديو ده، انا مثلا بعمل فيديو اهو هقول لك مثلا جملة باللغة الانجليزية وبعدين هكتب لك جملة تانية تبدأ ان انت تتكلم بيها وهكذا. المهم ان انتوا تتبعوا التعليمات اللي في الفيديوهات دي لانها تفرق معاكم جدا جدا. وطبعا لو حابين ان انا اعمل لكم فيديوهات عندي هنا على القناة فيها ممارسة وتدريبات ممارسة معاكم باللغة الانجليزية فاكتبوا لي دلوقتي حالا في التعليقات علشان طبعا اعملها لكم وتكون متوفرة على طول عندكم على القناة. تاني مصدر ممكن تتدرب فيه على الانجليزي وبجد بيعمل فرق حلو قوي قوي، كنت بديه لكتير من الطلاب بتوعي، هو التونج تويسترز. ايه بقى التونج تويسترز دول؟ عارفين لما بنقول بالعربي ارنبنا في منور انور وارنب منور وارنب، عارفينها دي؟ انا ما بعرفش اقول قوي في العربي يعني، بس دي اسمها تونج تويسترز. تقدر تدخل على جوجل دلوقتي حالا وتكتب تونج تويسترز بالانجليزي وهتطلع لك، وتبدا ان انت تقرا الكلمات اللي فيها وتقراها كذا مره. ده بيكون تدريب للسانك والعضلات الفك كمان ان انت بتتكلم انجليزي، وطبعا لمخك ان انت بتتكلم باللغه الانجليزيه. خليني اخد فاصل سريع. لو لسه مشتركتوش معايا في قناتي انجلش فلوج اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك وفعلوا الجرس كمان وتعالوا نكمل. وطبعا ثالث مصدر فيه تطبيقات تقدروا ان انتوا تحملوها، تقدروا من خلال التطبيقات دي ان انتوا تعملوا ممارسه ومحادثه للغه الانجليزيه على التليفون زي كامبلي مثلا. بس طبعا كامبلي دوت خدمه مدفوعه تقريبا في حوالي 5 دقائق، تقدروا ان انتوا تجربوا ببلاش الخدمه تماما علشان تشوفوا النظام والدنيا وهكذا. اهم حاجه ان انتوا تحاولوا تتكلموا وتشتركوا في اي نشاط يخليكم ان انتوا تتكلموا باللغه الانجليزيه، حتى لو هتقرا اي حاجه، يعني تقرا مثلا بوست على الفيسبوك بالانجليزي، تقرا كتاب او روايه او تقرا اي حاجه، المهم ان انت تتكلم على قد ما تقدر. فانا اكيد هقولك ان انت تلاقي 10 دقايق بس في يومك ان انت تتكلم فيهم انجليزي، اكيد مش صعب علينا يعني. ممكن تظبط منبه كمان على موبايلك علشان يفكرك بال10 دقايق دول. تاني عادة يومية وهي تطوير مهارة الاستماع للغة الإنجليزية. لو انت بتتعامل في شغلك كل يوم مع أجانب أقولك ان المهارة دي مهم جدا جدا ان انت تركز عليها علشان تقدر تفهمهم وتقدر تفهم المحادثات اليومية بتاعتهم وتقدر تتعامل كمان.
كتير من طلابي في الحقيقة بيجوا كانوا يتكلموا معايا ان هم ما بيعرفوش ان هم للأسف يتكلموا انجليزي، مع ان هم لما بيكونوا سامعين الانجليزي بيكونوا فاهمينه كويس، ولما كمان بيتحطوا في مواقف حياتية حقيقية ويتكلموا فيها مع أجانب وناس بتتكلم بالانجليزي للأسف بيلاقوا ان هم مش قادرين يفهموا الناس دول ومش قادرين يستوعبوا الكلام كويس، وبالتالي ما بيعرفوش يتكلموا وما بيكونش عندهم أي ثقة في نفسهم مع ان بيكون حتى الليفل بتاعهم عالي. وهنا بتيجي أهمية تدريب على مهارة الاستماع باللغة الإنجليزية اللي بقول لكم عليها. وصدقوني الموضوع بسيط جدا جدا ان انت تطور مهارة الاستماع عندك للغة الإنجليزية وتحسن وتوصل كمان لليفل عالي فيها. والليفل العالي هنا هو ان انت لو اتحطيت في موقف حقيقي في الحياة الواقعية وبتتكلم مع حد بيتكلم انجليزي، انك انت تبقى قادر تفهمه وتقدر ترد عليه بسرعة، وهو ده الطلاقة في الاستماع ان انت وصلت فيها الليفل عالي. طبعا هرشح لك ان انت تبدأ تشوف برنامج او تبدأ تشوف افلام او مسلسلات، ويفضل لو تكون حاجات انت شفتها قبل كده باللغة الانجليزية طبعا، عشان هتكون فاهم الاحداث اصلا وتبقى فاهم ايه اللي بيحصل، وبالتالي تقدر تفهمهم اسهل وتفهمهم اسرع كمان. عادي جدا ممكن طبعا تلاقي ان انت مش فاهم معظم الكلام اللي بيتقال او كل الكلام اللي بيتقال، مش مشكلة خالص. اهم حاجة ان انت تكرر الفيلم او المسلسل او المقطع او الفيديو او البودكاست اللي انت بتسمعه ده اكتر من مرة، علشان كل مرة مع كل مرة هتلاقي نفسك ان انت اتحسنت بشكل كبير جدا جدا. يعني ببساطة كل ما تسمع أكتر كل ما هتفهم أكتر، بمنتهى البساطة. تالت عادة بسيطة جدا جدا لكنها فعالة جدا جدا، وهي الكتابة باللغة الإنجليزية. ويا صاحبة السؤال، كل الطرق دي تقدري ان انت تطبقيها واحدة واحدة زي ما بقولك عليها. انا نفسي طبقتها علشان احسن الانجليزي بتاعي، اللي انا ما اعتمدتش فيه خالص على الدراسة. ما كانتش الدراسة هي مصدر اللي انا بذاكر بيه او اللي انا اعتمد بيه على ان انا اطور الانجليزي بتاعي. هي الخطوات اليومية اللي بقولك عليها لحد دلوقتي بعملها علشان دايما الليفل بتاعي يبقى عالي، ودايما الفلونسي بتاعتي الحمد لله تكون كويسة. نكمل جزئية الكتابة أو عادة الكتابة، وبجد يعني عايزة أقول لكم ده اختراع. أنا دايما هتلاقوا معايا يعني نوت بوكس وحاجات كتيرة أنا بقعد إن أنا أكتب طول الوقت. يا جماعة بجد الموضوع ده بيفرق جدا جدا معايا، وبيفرق في نفسيتي كمان بشكل كبير قوي قوي. وطبعا احنا مش محتاجين ان احنا نعمل الموضوع الاعتيادي ان حد يكون بيراجع ورايا او مدرس يكون بيصحح لي او الكلام ده كله، لا. احنا بس محتاجين ان احنا نكتب مثلا افكارنا، نكتب حاجات احنا عايزين نعملها، نكتب الحاجات اللي حصلت لنا مثلا في خلال اليوم. والفكرة ان الكتابة دي هتخلينا ان احنا نصيغ افكارنا بشكل احسن وافضل. وطبعا زي ما دايما بقول لكم، الكتابة كمان هتخليك تتعلم الكلمات والجمل الإنجليزية وتثبت أكتر في عقلك بطريقة إفكتيف جدا وبطريقة فعالة جدا جدا. ولو يعني محتاج حاجة إن هي تصحح لك الجرامر بتاعك، فطبعا في أداة اسمها جرامرلي تقدروا إن انتوا تستخدموها وهي مجانا 100%. رابع وأفضل عادة في رأيي تقدر إن انتوا تعتمد عليها هي الريبيتيشن أو التكرار والمراجعة. فأي حاجة أنت اتعلمتها في اللغة الإنجليزية لازم ترجع وتراجع عليها تاني وتطبق عليها تاني، ما تسيبش حاجة. يعني مفيش حاجة مثلا احنا هنتعلمها دلوقتي حالا خلاص هي هتثبت في دماغنا ويعني مش هنعرف ان احنا او مش هنحتاج ان احنا نراجعها، لا بالعكس. وخصوصا لو انت visual learner يعني بتتعلم على طول بعينيك، او لازم تكون بتكتب علشان تتعلم، فتبدأ ان انت تراجع النوتس بتاعتك اللي انت كتبتها. يعني أنا كنت أي كلمات أو جمل أو أي حاجة أنا ببقى كاتباها ومتعلماها لازم أرجع أعيد عليها تاني قراءة وكتابة أكتر من مرة. وطبعا أهم حاجة إن أنت متحسسش نفسك بالملل، أنت بتشتغل على نفسك، أنت بتطور نفسك. يعني أنا هقولك خدها خطوة خطوة. ركز على صوت واحد مثلا عايز ان انت تتعلم تنطقه صح، او كلمة معينة عايز تتعلم ان انت تنطقها صح، وركزوا ان هي quality over quantity. يعني ايه؟ يعني يهتموا اكتر بالجودة عن العدد. اللي هيفرق هنا هو جودة تعلمك للغة الانجليزية، ده اللي هيخليها تثبت اكتر في دماغك، مش العدد. مش ان انا قاعد 15 ساعة في اليوم بذاكر انجليزي وبشتغل هنا وهنا، بس في نفس الوقت الطريقة لو التطبيق غلط نفسه مش هيعمل معاك اي تحسن خالص، واضمن لك ده الصراحه. وبحقيقه انا بشوف ان مقياس تعلم اي لغه لو انت مش قادر ان انت تتكلم اللغه دي، معناها ان انت للاسف ما وصلتش للطلاقه فيها ولا انت اصلا كويس فيها. فاهم حاجه ان انت تقدر تطبق وتتكلم. فلو انا مكانك هقولك ان انا هشتغل اكتر حاجه على الكلام والاستماع علشان اوصل للطلاقه في اي لغه انا عايزه اتعلمها. والعادة رقم 5 هقول لكم ان انتوا تحددوا اهداف واقعية وتلتزموا بيها.
يعني أهم حاجة إن أنت تلتزم بروتين تعلم اللغة الإنجليزية اللي أنا بقولك عليها، واعرف إن هو هياخد منك وقت، الطبيعي إن هو ياخد منك وقت فمتحسش بأي ملل خالص. وزي ما قلت لكم ركزوا دايما إن هي quality over quantity، يعني الجودة أهم من العدد والوقت، وعلشان نوصل للجودة دي ده لازم هياخد منك وقت. لازم تبقوا مقتنعين بالكلام دوت، مش بس فكرة ان انا بشوف فيديوهات او ان انا بحضر كورسات او كده ده هيخليك كويس في الانجليزي. لا، هو شغلك الحقيقي وممارستك الحقيقية على نفسك والتزامك بالروتين اليومي هو اللي بجد هيفرق معاكم. واخر عادة يومية وانا طبقتها على نفسي ولحد يومنا هذا لسه بعملها هو عمل بوستس على السوشيال ميديا، يعني بكتب بوستس باللغة الانجليزية على منصات السوشيال ميديا. دي خطوة بسيطة جدا جدا، بما ان احنا طول الوقت دلوقتي معانا تليفونات وكلنا عندنا اكاونتات على السوشيال ميديا. اي فكرة تجيلك وعايز ان انت تكتبها ممكن حتى مثلا تحط صورة وتكتب عليها مثلا تعليق كومنت بسيط جدا او ايه هي القصة من الصورة دي وهكذا. اي فكرة انت عايز تكتبها اكتبها باللغة الانجليزية، وابدأوا الكلام ده من دلوقتي حالا اكتبوها بالانجليزي. هتلاقي نفسك ان انت اوتوماتيك قبل اصلا ما بتعمل بوست او بتنشر البوست دوت ان انت بتراجع الكلام نفسه اللي انت كتبته وتتاكد ان الجرامر بتاعه صح، فده هيفرق معاكم جدا جدا. تقدروا طبعا ان انتوا تختاروا المنصه المناسبه بالنسبه لكم اللي انتوا بتستخدموها سواء فيسبوك تويتر او انستجرام، اختاروا البلاتفورم اللي انتوا حابينها تكتبوا عليها زي ما انتوا عايزين. ودول اقدر اقول عليهم 6 عادات يومية بسيطة يعني حبيت ان انا اشاركها معاكم من تجربتي الشخصية في رحلتي لتعلم اللغة الانجليزية، كلهم مجانيين تماما. تقدروا ان انتوا تبدأوا دلوقتي حالا ان انتوا تطبقوهم وفرقوا معايا بشكل شخصي بشكل كبير جدا جدا. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنساش انك تعمل لايك دلوقتي حالا للفيديو. لو لسه ما اشتركتوش معايا في قناتي انجلش بلوج اتمنى ان انتوا تشتركوا دلوقتي حالا في القناة وتفعلوا الجرس كمان، وان شاء الله اشوفكم على كل خير في حلقة جديدة وفيديو جديد. باي باي.